لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين آكلون من شجر من زقوم آكلون من شجر هذا الشجر نوعه من زقوم كما تقول خاتم من حديد باب من خشب جدار من طين فقول من شجر من زقوم من شجر متعلقة بآكلون ومن زقوم بيان للشجر وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه لا يبتلع بسهولة فمالئون منها البطون أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر لكن لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطر العذرة وكما يأكل قيئة فهم يأكلونه على تكرر كما قال الله عز وجل يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هم يأكلون من هذا الشجر ويملؤون البطون منها يأتيهم شغف عظيم جدا على الأكل حتى يملأوا بطونهم مما يكرهون وهذا أشد في العذاب نسأل الله العافية مع ذلك إذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب فكيف يشربون؟ قال الله تعالى فشاربون عليه من الحميم الحميم الماء الحار يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة وقد وصف الله هذا الماء بقوله يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وقال عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع معهم فتأمل يا أخي هذا إن قربوه من الوجوه يشويها إذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم ومع ذلك يشربونه بشدة شدة يقول شرب الهيم يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا يرويها الشيء القليل فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم ويشربون من الحميم شرب الهيم أي شرب الإبل الهيم جمع هائمة يعني أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش فتملأ بطونها وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها وهو بطن تملأ بطنها من الماء وحذاؤها أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار هذا نزلهم يوم الدين يعني هذه ضيافتهم